رجعت الممانعة طبيعية، مفيش شورت اهو اهو. السلام عليكم. النهارده معانا ايفون 13. العميل جايبه لنا فيه مشكلة ان الجهاز ما كانش جايب معاه شبكة، فبعد كده هو عمل له سوفت وير اعتقادا منه ان المشكلة بتاعت الشبكة من السوفت وير، فالجهاز وقف على كلمة هالو وما بيعملش اكتيفيشن. طبعا ده بيكون بسبب ان ال IMEI بتاع الجهاز مش موجود، وده سببه في الاساس قطعة اسمها البيز باند او البيز باند سي بي يو. لما بيكون البيز باند سي بي يو مش شغال او مش راكب مظبوط، او ان البوردتين بتوع التليفون ده مش ملحومين مع بعض كويس، بتحصل المشكلة دي. فالمفروض دلوقتي ان احنا نشيك على دايرة البيز باند سي بي يو عشان نعرف هو مش شغال ليه، ونراجع على لحام البوردتين مع بعض. وبعد ما نخلص شغل لازم نعمل سوفت وير تاني للجهاز علشان اي مي اي يرجع والجهاز يرجع يشتغل تاني ويأكتف. الجهاز جاي لي بدون مسامير، يعني الجهاز ده كان مفتوح قبل كده، وانا برضو وانا بفك الشاشة بتاعته لقيت ان الجهاز مفتوح قبل كده والبطارية متغيرة والبوردة الاستيكرات اللي عليها مش موجودة، يعني حد حاول يشتغل في الجهاز ده قبل كده. طبعا لما بيكون الجهاز جاي لنا أول مرة يتفتح فنسبة نجاح الإصلاح بتكون عالية جدا، لكن احنا هنا مش عارفين الإصلاح اللي تم في الجهاز أو محاولة الإصلاح اللي تمت في الجهاز إيه اللي اتعمل فيها بالظبط. فلازم نشيك على البوردة دي عبارة عن بوردتين ملحومين مع بعض، لازم نفصلهم عن بعض علشان نعرف نشوف ايه اللي اتعمل في الجهاز قبل كده، ونبتدي نفحص دايرة البيز باند عشان نعرف هي ليه مش شغالة. بالفحص كده بالعين باين ان البوردة دي تم فصلها قبل كده، يعني في شغل اتعمل على البوردة نفسها، يعني الجهاز مش مفتوح لمجرد مثلا تغيير بطارية ولا حاجة، لا ده في محاولة اصلاح سابقة للجهاز، في قصدير هنا على الحواف. فهنجيب الجهاز اللي بيفصل البوردتين ونفصلهم عن بعض عشان نشوف ايه اللي مستخبي جوه. كده احنا فصلنا البوردتين عن بعض، نرجع نبص عليهم بقى تحت الميكروسكوب عشان نشوف ايه اللي تم فيهم. دي البوردة اللي فوق اللي فيها المعالج اللي بتشغل الجهاز. المعالج مش متشال قبل كده، بس انا شايف ان النقط اللي بتوصل البوردتين مع بعض مفيش عليهم قصدير وعليهم أكسدة. فأنا مش فاهم هو التليفون ده البوردتين بتوعه اتفكوا وتركبوا قبل كده ازاي. واضح ان فكهم وركبهم ما عملش شبلانه مظبوط، ما عملش ما نضفش القصدير وحط قصدير جديد، ده فكهم وركبهم زي ما هما. ده اي سي البيز باند، انا شايف ان هو متشال قبل كده. المفروض بيكون فيه مادة حماية، مادة بتبقى ماسكة الاي سي ده مكانه، المادة دي متشالة، فمعنى كده ان الاي سي ده متشال قبل كده. بس كل النقط دي مش ملحومة مع بعض، فأنا مش فاهم هو اللي تعب في إن هو يفك البوردتين ويشيل اي سي البيز باند ويعمل له رجول جديدة ويركبه ازاي، ما اخدش باله من حاجة زي دي. ازاي يركب البوردتين على بعض بدون ما يعمل لهم النقط بتاعة التوصيل زي بقية البوردة كده. انا برضو شايف هنا في جوه البوردة قصدير سائل واقع من الفني اللي اشتغل في البوردة قبل كده. كل ده لازم يتنضف، يعني ده لو دخل تحت الايسيهات يخلي الايسيهات النقط بتاعتها تشبك مع بعضها وتعمل شورت، فده طبعا غلط جدا. فالبوردة دي لازم تتنضف في الغسالة بتاعة البورد علشان يطلع منها القصدير السائل اللي واقع جوه ده. هو الكمية مش كبيرة، بس دي حاجة مش المفروض انها تكون موجودة. ده منظر البوردة بعد ما غسلناها في غسالة البورد، ما فيهاش اي قصدير سائل او اي اوساخ او فلكس، رجعت نظيفة كأنها زيرو، محدش اشتغل عليها قبل كده. الخطوة الصح دلوقتي هو اني اركب البوردتين
على التستر بتاع البورد، بحيث ان انا اقدر اختبر البوردتين، اقدر ان انا اوصل البوردتين مع بعض واعمل لهم سوفت وير بدون ما الحمهم. لكن للاسف انا ما عنديش كابل او فلاتة شحن بحيث ان انا اقدر ان انا اوصل البوردتين كده على التستر، واوصل الباور سبلاي واوصل فلاتة شحن واعمل الجهاز سوفت وير. ما عنديش فلاتة خارجية، وبصراحة مكسل ان انا افك الفلاتة بتاعت التليفون الاصلية واوصلها. فانا هشبلن البوردتين نظرا لان انا شايف ان في رجول اوريدي مش مفيش عليها قصدير ومأكسدة. فانا هشبلن البوردة اللي تحت واوصل البوردتين واعمل تيست كأني ما عنديش تيستر. لو اشتغل التليفون هيبقى تمام، لو ما اشتغلش هضطر ان انا افك البوردتين عن بعض تاني واشوف بقى ايه المشكلة ليه الاي سي ده او البيز باند سي بي يو مش عايز يشتغل. بالنسبة للرجول المأكسدة أنا بواجه معاها مشكلة إنها مش عايزة تاخد قصدير، فلازم أعالجها بإني أضيف لها قصدير بالكاوية الأول. أفضل أحك فيها شوية كده لحد لما كلها تاخد قصدير وبعد كده أرجع أشيله. خلصنا الجزء ده، نشوف الباقي. إذا هيرضى ياخد قصدير من الشيلد يبقى تمام. في نقط برضو مش عايزة تقبل قصدير من الشيلد، فهضيف لها قصدير الأول. بحكها بسن الكاوية كده بالراحة، بترجع تقبل قصدير. كده البوردة اللي تحت جاهزة انها تتشابلن. بالنسبة للنقط الفاضية اللي زي دي فهي نقط مسدودة في الشابلونة، فهي علشان مسدودة في الشابلونة فهي نازلة أماكنها فاضية كده. كده احنا جهزنا البوردة اللي تحت، نجهز بقى البوردة اللي فوق. انا حاطط السخان دلوقتي على درجة حرارة 100 عشان البوردة بس تدفى، فالفلكس يسيح عليها واقدر اوزعه عليها. خلاص حطينا الفلكس على كل البوردة، نبتدي نحط بقى البوردة اللي فوق. وزودت الحرارة ل 220 واستنى البوردتين بقى يلحموا مع بعض. وهنعمل للجهاز سوفت وير ونشوف ايه النتيجة. للأسف أثناء السوفت وير الجهاز قال لي error device didn't accept baseband data. فللأسف هنضطر ان احنا نفك البوردتين ونشيل البيز باند ونشيك على البيز باند من تحت شكله عامل ازاي، ولو في نقط مفقودة نعوضها
لو الشبلنة مش مظبوطة نعمل شبلنة جديدة ونرجع نجرب تاني. البيز باند متجرح شوية، وفي نقطة هنا ما اتصلتش. البيز باند الاي سي مش متصل بيها، بس انا متهيالي ان دي ار دي وما تسببش مشكلة برضو. ف هنشبلنه، هنعمل له ريبولينج ونجرب مرة كمان. هاخد شوية قياسات كده عشان اتأكد ان المسارات مش مقطوعة. انا شايف هنا في زي جز في البوردة كده. مسار واصل واصل واصل. ساعات الخرابيش دي بتقطع المسارات. تمام، مفيش حاجة تانية باينة انها حاجة مقطوعة يعني. كل المسارات دي تمام. هعزل الحتت اللي اتكشفت من النقط. يعني مثلا دول كده ممكن يشبكوا في بعض، فهعزل ما بينهم. امبارح ما قدرتش اكمل شغل في الجهاز فسبته علشان اشتغل فيه النهارده. بعد ما شبلنت البيز باند قلت خليني اشبلن الجسر كمان مره علشان تبقى الشبلنه نظيفه. فبعد ما مسحت الجسر قلت برضو خليني افحص ممانعات على الجسر علشان لو في مشكله ما بقاش كل شويه عمال اقفل وافتح اقفل وافتح. فبالصدفه كده بفحص ممانعه لقيت المسار ده مديني شورت، او ده المسار وعليه 1.8 فولت وانا هحقن في النقطة دي. المسار واصل بعدة ايسيات شبكة، منهم البيز باند وباور البيز باند والاس دي ار. كل الحاجات دي واصل بيها المسار ده ومكثفات. فتعالوا نشوف سبب الشورت هيكون ايه. ده منظر البوردة تحت الكاميرا الحرارية. خلوني احط 1.8 فولت على النقطة اللي فيها الشورت. يا صلاة النبي. يا قلبي، البيز باند هو اللي بيسخن. البيز باند من الايسيات اللي ما بتتغيرش، يعني كل ايفون فيه بيز باند خاص بالتليفون ده، عليه سيريال نمبر التليفون ده، والاي سي ده ما بيتغيرش. فانا هرجع دلوقتي اشيله، يمكن في نقط شبكت مع بعضها تحتيه وهي اللي عامله الشورت. لو شلته ولقيت ان مفيش نقط مشبكة مع بعضها ولقيت ان الشورت راح، يبقى البيز باند نفسه هو اللي فيه المشكلة. وخاصة ان ده مش ممانعة قليلة، ده شورت صريح مديني اصفار مع الارضي. المسار مديني اصفار مع الارضي، فده مش تسريب او ممانعة قليلة، ده شورت صريح. الارجل كلها زي الفل، مفيش حاجة شابكة مع بعضها. يعني انا تركيب البيز باند نفسه زي الفل، مفيش حاجة شابكة مع اختها. كل الارجل معزولة وراكبة في مكانها وتمام، مفيش مشكلة. نرجع بقى نقيس الممانعة. لو الممانعة دي راحت، لا لو الشورت راح اسف، يبقى المشكلة من البيز باند نفسه، وكل التعب ده راح على الفاضي والتليفون ده ملهوش تصليح. فهاجي عند النقطة بتاعت LDO6 اللي هي دي. رجعت الممانعة طبيعية، مفيش شورت اهو اهو.
سامعين الصوت؟ في ممانعة اهو. رجعنا البيس باند مكانه، نيجي نفحص ممانعة كمان مرة. الشورت رجع. طالما الشورت رجع يبقى العيب من البيس باند نفسه. لما شلناه الشورت راح، لما رجعناه الشورت رجع، يعني الشورت جوه القطعة دي بالظبط. وانا مش مع فكرة حقن البيس باند بالشورت كيلر او حفر البيس باند علشان لو في مكثف مثلا يتشال. انا الاجهزه اللي بتجيلي بالشكل ده انا برفضها، وبحط عليها ليبل او ستيكر بكتب عليها ان ده شورت مثلا في البيس باند، عشان لو راح لفني بعد مني يبقى عارف وما يتعبش نفسه على الفاضي. بيجيلنا حاجات زي دي كتير ما بنقدرش ان احنا نصلحها لان القطعة دي مشفرة، يعني ما تشتغلش غير على الجهاز ده. يعني لو جبنا قطعة تانية من جهاز تاني نفس الموديل حطيناها في الجهاز ده مش هتشتغل بسبب التشفير بتاع القطعة دي. ادي شغلان صيانة الموبايل. ربنا يعوض علينا في الوقت والمجهود اللي راحوا. بشكركم جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامة.